بعد الكشف دلوقتي الحقيقة التشخيص اتغير. هو ما بقاش اوحش. هو احنا كنا المرة اللي فاتت لما شفت حضرتك كانت المفاصل ملتهبة، ولما رجعنا اجهزة الجسم المختلفة ما كانش فيه اي طفح جلدي ولا كان فيه اي مشاكل في الجلد، وما كانش فيه تاريخ عائلي لاي وجود صدفية. النهاردة حضرتك بالفحص في صدفية موجودة في فروة الراس وفي صدفية موجودة على الكوع، وبالتالي التشخيص بتاعنا بقى روماتويد صدفي. يا دكتور عمر، النهاردة حضرتك بالفحص في صدفية موجودة في فروة الراس وفي صدفية موجودة على الكوع، وبالتالي التشخيص بتاعنا بقى روماتويد صدفي. يا دكتور هو ممكن التشخيص يتغير؟ ممكن التشخيص يتغير. ليه؟ لأن أحيانا الأعراض ما بتطلعش في نفس اللحظة. يعني مثلا في الروماتويد الصدفي معظم المرضى بيبقى عندهم الصدفية الأول وبيجي لهم بعد كده التهاب المفاصل، لكن في نسبة من المرضى زي حضرتك كده اللي هو حصلت المفاصل الأول وبعدين يظهر الجلد مع الوقت. وعشان كده بنقول دايما لمريض الروماتويد السلبي ممكن مع الوقت الروماتويد السلبي يظهر وجه آخر للمرض، زي إن يحصل زي ما حضرتك كده روماتويد صدفي، أو يحصل تأثر في القولون فيبقى روماتويد مصاحب للقولون المناعي، أو إنه يحصل تيبس فقري بإن الألم يبدأ في الظهر، وده ممكن يحصل في نسبة 30% من المرضى. طب على كده بقى الزيارة الثالثة هيبقى في حاجة جديدة؟ لا طبعا مش شرط، بس احنا الفكرة كلها ان التغير في التشخيص ده ما غيرش حاجة في العلاج على فكرة. كل اللي فيها ان احنا هنزود علاج اخر علشان نظبط الجلد زي ما احنا ظابطين المفاصل، لان واضح ان العلاج الاولاني اللي احنا اديناه اللي هو الميثوتريكسيت ساعد المفاصل بس مش مساعد الجلد قوي، عشان كده احنا هنضطر ان احنا ندي ادوية تانية تساعد الجلد. طب يا دكتور انا معدتي كده مش متحملة كمية الادوية دي، اصلا انا كنت جاية لحضرتك عشان تخفف الادوية شوية. طيب هو الفكرة يعني كلها ان احنا لو مش عايزين ناخد العلاج التقليدي، احنا العلاج بتاع الروماتويد الصدفي دلوقتي تقدم كبير جدا. في عندنا العديد من العلاجات البيولوجية وبعض العلاجات الموجهة اللي ممكن تفيد حضرتك جدا، لكن لازم قبل ما نعمل ده نعمل اختبارات زيادة شوية عشان ان شاء الله نحسن الحالة. بالرغم ان مفاصلك متحسنة تحسن كبير جدا، والجلد ممكن جدا يتحسن بشوية تعديلات بسيطة. تمام يا دكتور. شكلك متضايقة. اكيد يا دكتور. لا بس هو الموضوع ما ضايقش خالص لاسباب عديده جدا. زي ما قلت لك اولا العلاجات بتاعه الروماتويد الصدفي اتقدمت تقدم كبير جدا جدا، يعني احنا عندنا دلوقتي فوق ال10 ادويه ممكن تساعد الروماتويد الصدفي، والحمد لله المرض مش مؤثر على الجزء المركزي بتاع العمود الفقري، والحمد لله حتى نوع الصدفيه اللي موجوده عند حضرتك وانتشارها في الجسم صغير جدا، وبالتالي مع تعديل جرعه الميثوتريكسيت هنسيطر عليه جدا جدا ان شاء الله. ممكن ما نحتاجش ان هنزود ادويه غير لو انت تفضلي ان هنبدا اي ادويه بيولوجيه، ودي حاجه مهمه جدا. كلمه تفضلي دي مهمه. ليه؟ لان دلوقتي علاج كل امراض الروماتيزم قرار مشترك ما بين الدكتور وما بين المريض، مش قرار المريض لوحده ولا قرار الدكتور لوحده. واحنا كده كده ممكن جدا عشان معده حضرتك وعدم تقبلها للميثوتريكسيت هنغيره ببدائل اخرى. تمام يا دكتور، حضرتك تشوف. ان شاء الله هتبقي زي الفل، وهي مساله وقت ان شاء الله، وهنسيطر على الجلد زي ما هنسيطر على المفاصل. ان شاء الله يا دكتور، شكرا لحضرتك. العفو.